الوضع اللي وصلت فيه العدالة الجزائرية لما تتحول قصر العدالة إلى ثكنة عسكرية للأسف الشديد، لما يمنع مواطن جزائري للدخول إلى قاعة الجلسات. يعني هذا ضرب للضمانات الأساسية للمحاكم العادلة، وضرب لكل الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها من طرف الجزائر. للأسف تحولنا إلى دولة بوليسية للأسف الشديد، دولة يعني يحكم فيها الشرطة، لأنه قبل احنا كنا نقولوا الشعب مصدر السلطات، أما الآن نقولوا الشرطة مصدر السلطات. يعني أنا نتأسف اليوم على الواقع على الصراط لما شافوا المرافقة نتاعي اللي كانت تجلس بيا في الكرسي أمين المناضلة، رفضوا، قالوا لي ادخل إذا كنت حبيت مرافق نشوف لك مرافق وتدخل، بس أمين ما تدخلش إلى المحكمة. هذه ضرب لحق المواطنة، وضرب لحقوق الإنسان، وضرب لكل الحقوق اللي معلن عليها في الدستور الجزائري. أنا أعلنت انسحابي من المرافعة في قضية خنشة، لأنه قضية مبدأ، لأنه لما يمنع مواطن جزائري لدخول المحكمة هذا أمر خطير، وهذه قرينة أن المحاكمة ستكون عن طريق الأوامر وليست مناقشة قانونية قائمة على الدليل. والسلام عليكم.